بعد صافرة نهاية مباراة الجزائر ونيجيريا لم تنتهي المباراة، بل بدأت قضية هزت الشارع الرياضي الجزائري وأعادت سؤالا قديما إلى الواجهة: هل الجزائر تعاقب أم تستهدف؟ اليوم سنروي القصة من بدايتها إلى آخر قرار، تفاصيل الحادثة وجميع العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نقطة بنقطة. هدف عالمي تشاهدونه على قناتكم كتاب المستديرة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة. مثل ما تعرفون، المنتخب الجزائري كان يواجه منتخب نيجيريا في مباراة إقصائية قوية، مباراة شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، مطالبات جزائرية بركلة جزاء لم تحتسب، اللاعبون تحكموا في أعصابهم حتى صافرة النهاية، لكن بعد ذلك تغير كل شيء. بمجرد إعلان نهاية المباراة وخروج الجزائر حدث الآتي: احتجاج مباشر من لاعبين جزائري. كل هذه الأحداث وثقتها تقارير رسمية ولقطات فيديو. إيقاف حارس المرمى، إيقاف لمباراتين رسميتين. السبب: المشاركة في الاحتجاجات الحادة والتوجه نحو الحكم. العقوبة تطبق في المباريات القارية المقبلة: إيقاف لاعب دفاع، إيقاف ل4 مباريات، مباراتان نافذتان زائد مباراتان موقوفتان التنفيذ. السبب: سلوك غير رياضي ومشاركة مباشرة في المشادات. تم فرض غرامة مالية إجمالية كبيرة على الاتحاد بسبب سلوك اللاعبين بعد المباراة، سلوك بعض أعضاء الطاقم الإداري، استخدام الألعاب النارية من طرف الجماهير، رمي المقذوفات داخل الملعب، الإخلال بالتنظيم والأمن. خطاب إعلامي اعتبرته الكاف تحريضيا. الاتحاد الجزائري رفض المبالغة في بعض العقوبات، اعتبر أن قرارات التحكيم كانت سبب الانفجار، لوح بالطعن والدفاع عن حقوق المنتخب الجزائري، والملف لا يزال مفتوحا قانونيا. اليوم الجزائر خرجت من مباراة، لكن دخلت في معركة أكبر، معركة احترام ومعادلة عدالة مفقودة في الكرة الإفريقية. اكتب رأيك في التعليقات: هل ما حدث عقوبة عادلة أم حلقة جديدة في مسلسل طويل؟ ولا تنسى الاشتراك، لأن القادم أكثر جرأة.